إذن ننطلق من أحمد بن بلة، وهو أول رئيس حكم الجزائر بعد الاستقلال في الفترة الممتدة من سنة 1962 إلى سنة 1965. شاءت الأقدار أن تكون ولادته بمدينة مغنية القريبة من وجدة سنة 1916، إلا أن أصوله الحقيقية من منطقة زمران بإقليم قلعة سراغنا نواحي مراكش، وهو الأمر الذي لم يخفيه بن بلة، إذ جاء على لسانه في تصريح سابق خصه لصحيفة الحرية الجزائرية، حيث قال: نعم، أنا مغربي، ولدت حقا في الجزائر وترعرعت بها، لكن والدي ووالدتي مغربيان. الشخصية الثانية والبارزة والتي حكمت الجزائر مؤخرا عبد العزيز بوتفليقة، والذي ولد بمدينة وجدة بتاريخ 2 مارس 1937، وهو من أصول أمازيغية. تلقى أبجديات التعليم في المنطقة الشرقية للمملكة، وبقي بذات المدينة إلا أن بلغ مستوى البكالوريا بثانوية عبد المؤمن سنة 1956، دون أن يتمكن من نيل الشهادة المؤهلة إلى التعليم العالي، ليرحل بعد ذلك إلى الجزائر بأمر منها، يؤكد الكاتب والصحفي الجزائري محمد بن شيكو عبر إحدى فصول كتابه بوتفليقة بهتان الجزائر أن جيش التحرير الجزائري فرض على الطلبة الجزائريين المقيمين بالمغرب الالتحاق بالمقاومة في سن 19. كان ذلك سنة 1957، ومع توالي السنين وصل بوتفليقة إلى الحكم سنة 1999، وبقي متربعا على كرسيه إلى حدود سنة 2019، ليكون بذلك أطول رؤساء الجزائر حكما. فيما الشخصية الثالثة هو الهواري بومدين. اسمه الحقيقي هو محمد بن خروبة. عمل على تغيير اسمه مثل ما فعل بجنسيته المغربية، إلا أنه لم يستطع تغيير أصله أبدا، فهو من أبوين مغربيين ينحدران من مدينة الناظور شمال المغرب. ولد سنة 1932، رحل إلى الجزائر وتسلق المناصب العليا إلى أن استطاع أن يصبح ثاني رئيس للجمهورية بعد الاستقلال، قبل أن يغادر دنيا الفناء سنة 1978.